بعد الجهد المتواصل والعمل الكثيف والدؤوب وبحدث مميز ما بيسبق له مثيل بلبنان والعالم العربي وبأجواء من البهجة والسرور، انطلقت سيارة القدس رايز موديل 2022 مصنعة بأيدي لبنانية فلسطينية لتزين طرقات لبنان. لتثبت للجميع أنه رغم الضغوطات والظروف الصعبة يلي عم يمرق فيها مجتمعنا ما زلنا قادرين على التميز والإبداع. وعمد مدير شركة إيفي إلكترا الأستاذ جهاد محمد لرفع الستارة عن مواصفات السيارة، ومثل ما وعدكم وفى، ودعا الكل المحبين ليشاركوا أول تيست درايف لسيارة القدس رايز. عمل هاي السيارة مش جهاد محمد، اللي عمل هاي السيارة كل شاب بإيفي إلكترا وكل صبية بإيفي إلكترا. كل شاب شجعها عن طريق شباب القدس وكل صبية بشباب القدس، كل شاب وصبية بكل وسيلة إعلام من أول يوم لليوم. لكل بني آدم اشتغل، لكل بني آدم عمل لايك. نحن اليوم صرنا النمبر 1 على جوجل. نحن اليوم بإذن الله حنصير وعد إنه نعمل جهدنا نكون مش بس بلبنان بكل الدول. قررنا ناخذ التحدي أول ما طلعنا بالسيارة إنه أنتم فلسطينية ولبنانية بس عاملين سيارة بأوروبا حاجة تبيعونا إياها. هيتنا جبنا الفلسطينية واللبنانية وعملنا سيارة بلبنان، وهي السيارة ما بظن في شعور بيتغلب على هذا الشعور إلا لما أكون طالع من هون للناقورة لأوصل لعكا. غير هذا الشعور ما في شيء بيتغلب عليه. إن شاء الله قريبا. فكرة وحضارة